شهدت لحظة العبور كذلك تكتيكات حربية غير مسبوقة لجميع الأسلحة الهجومية وخططا دفاعية محكمة بطلها بشكل أساسي قوات الدفاع الجوي. كان دور سلاح الدفاع الجوي من الأدوار الأكثر تأثيرا في المعركة. حطمت صواريخه الذراع الطولى لإسرائيل ممثلة في قواتها الجوية، ودمرت مراكز الإعاقة، بالإضافة إلى تدمير الموجة الأولى من الطائرات التي حاولت منع قواتنا من العبور شرقا. كنا متوقعين أن ببداية العبور دوت وفي حدود من 35 ل 40 دقيقة القوات الجوية الإسرائيلية هتتدخل في المعركة بحيث أنها تمنع عبور قواتنا وتدمر القوات التي عبرت شرق القناة. لما بدأ الدبابات بتاعتنا والوحدات المدرعة تعدي، كان لابد طبعا تعدي على كباري. هذه الكباري طبعا كباري معدنية، وهدف سهل بالنسبة لطيران العدو ان هو يكتشف بالرادار بتاعه ان هناك كوبري بتعدي عليه الدبابات. دي كانت مهمة الدفاع الجوي، مهمة أساسية ان هو يحمي الكباري اللي قواتنا هتعدي عليها. وفعلا حصل هذا الكلام، ان احنا بصينا لقينا الرادارات اللي هي بتاعت الدفاع الجوي ظهرت عليها الأهداف بكثافة، وبدأت الطائرات الإسرائيلية تقترب من الشرق إلى الغرب بهدف أنها تدمر القوات التي نجحت في العبور شرق. لكن لقت أن كتائب الصواريخ والدفاع الجوي بالكامل سواء اللي عبر أو اللي في غرب القناة جاهز أن هو يشتبك مع الطائرات المعادية. الدفاع الجوي في الفترة دي كانت مهمته أنه أي هجمة مضادة هتيجي من طيران العدو يكون هو بانتظارها، وده فعلا اللي حصل، لدرجة انه في اول يوم سقط لهم 17 طيارة ووصل مع نهاية اليوم 23. احد المراقبين كان بيقول ان كل 6 طيارات بيجوا بشوف 5 انفجارات، يعني 5 من 6، لدرجة ان قائد القوات الجوية الإسرائيلية ادى تعليمات واوامر للطيارين بتوعه بعدم الاقتراب من قناة السويس لمسافة 15 كيلو. عشان ليه؟ انه الطيران بتاعه هينتهي بالمنظر ده، الطيران بيروح ما بيرجعش. لو الدفاع الجوي ما كانش موجود كان الطيران جالي دمر لي مدافعي، ضربنا على المصاطب، فالدفاع الجوي منعه يقرب مني. مفيش سلاح هيقدر ينفذ المهمة كلها لوحده. اهم حاجة بالنسبة للدفاع الجوي حصلت ان هو يضرب مراكز الإعاقة. مراكز الإعاقة دي كانت معمولة اساسا بتعيق على كتائب الصواريخ وبتعمل شوشرة جامدة عليها بتعوقها من عملية الاشتباك الصحيح. الدفاع الجوي لعب دور حاسم ودور اساسي لدرجه ان احنا ممكن نعتبره هو الدور الاكثر تاثيرا في معركه العبور، الدور الدفاع الجوي، لان هو كان بيواجه الذراع الطويله لاسرائيل اللي هو القوات الجويه الاسرائيليه. هنا القاهره، نجحت قواتنا المسلحه في عبور قناه السويس على طول المواجهه، وتم الاستيلاء على منطقه الشاطئ الشرقي للقناه، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح.